العيد، غدوة العيد، تحفيفة والقش جديد. وقت الفراجة فرجني. الأصالة، الأناقة والجمال سمات تختصر عراقة اللباس التقليدي الجزائري بثرائه وتنوعه عبر جميع ربوع الوطن. ولأن اللباس التقليدي رمز يسرد حضارة وتراث الدول، فالحفاظ عليه وحمايته من الاستيلاء وتجريده من موطنه الأصلي أصبح ضرورة ملحة. فمن أجل إحياء التراث الجزائري العريق بألبسته التي تتعرض للسرقة ونسبها إلى دول الجوار، أطلق النشطاء الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو لارتداء الألبسة الجزائرية في أيام عيد الفطر ومشاركتها في هاشتاغ البس جزائري في العيد. السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده. يا ذكرت لا نطح نطح ستيكس، لا نطح نطح داد شوي اها داد شوي اها سبيكس، لا نطح نطح ستيكس، لا نطح. ميلودة فين كنتي وقولي لي فين درتي الوليد؟ No sé, Marruecos. Muy bien. Ah, vale. Arabia Saudí. Muy bien. Está muy bien. Buah. Ese, Egipto. Egipto, muy bien. Mira. Mohamed Salah, tío. Esa ya. Uno jugaba en el City. Mahrez. Mahrez, muy bien. Pero ¿cuál es el país? India. اقسم بالله هي اللي حكمته، اني ندم على النهار اللي زاد فيه. افتح دوترشان، افتح دير دي سوتريتون، وسع الكسمون تاعك. اللي ما بغيناه. 2025 fin 2025 début premier trimestre semestre 2026 début premier trimestre semestre 2026 cours de 2026. انا قلت في اخر 27 ان شاء الله نطيب بالزيت نتاعي. بقصة الصخرة الطائرة التي حملت على ظهرها الشيخ عبد العزيز بالحاج، وانطلقت من بلدية شارف بالجلفة وحطت بمكة المكرمة لمساعدته على أداء مناسك الحج. يقول أهل المدينة طبعا والعهدة على الراوي إنهم تفاجؤوا. الله يذلكم، الله يذلكم ويذل الراسة تاع دين جدكم الحلو بالحلو. الله أكبر. هو الكلام. اسمع واش دارت الجزائر. اسمع، الجزائر وإسبانيا تتفقان على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في سبتة الإسبانية في خطوة تاريخية للتعاون الدفاعي والأمني. نعم، إنها الجزائر العريضة والعميقة أي رايحة الدير اللي ما يندارش. انتظرنا بداية تأكيد الأخبار وقرب إنشاء قواعد في سبتة أو مليلية، ماشي في اثنين، في وحدة فيهم. السلام عليكم. الحاجة اللي ما تتخيلوهاش تديرها الجزائر أي رايحة تديرها. جزائري إسباني في عدة مجالات، منها وأهمها تشكيل قاعدة عسكرية مشتركة بين إسبانيا والجزائر في سبتة ومليلية. سوليني دير تحتها زوج خطوط، في سبتة ومليلية الإسبانيتان، ماشي المحتلتان ولا مغرناطة للمليلية، ولا سبتة ومليلية الإسبانيتان لا غبار عليهما لحماية مصالح البلدين. مش أنت حمار، أنا حمار، نحن حمير، كلنا سوا حمير. بردع وزيد برده مع راسنا. لقيتو شعب كتبردعوا فيه وكتكذبوا عليه كما بغيتو ورضيتو. يعني هذا النظام عامل في هذا الشعب اللي بغى ورضى. آخر ما كاين قال لك مجموعة من الاتفاقيات ما بين إسبانيا والجزائر، من أهمها إنشاء قاعدة عسكرية في بسبتة وأمليلية للحماية ديال الدولتين.
الشعلة برديعة. اسمع الفيديو. واش من الدولة اللي راهي في راسك يخافها رئيس الامريكي؟ الجزائر. انا وانت كده برضو. اليوم إيران وغدا الجزائر. اليوم طهران وغدا وهران. الجزائر ستكون المحطة القادمة للحرب بعد إيران. بعد إنهاء حربهم مع إيران لن يبقى أمامهم إلا الجزائر. اليوم النظام الجزائري هو أكثر من يعيش الرعب بعد النظام الإيراني. نبتك جاية يا شيطان إفريقيا. وجدوا راسكم. صافي الكراغلة. هما دابا كينحيو شيطان الشرق الأوسط. الحرب ابتدت خلاص، اللي ما يتسموش وأمريكا ضربوا في إيران. الأمريكان وإسرائيل أتاكاو إيران. ونايدا ما بين الميريكان وهذوك اللي ما كيتسماوش ضد ايران. ايران اعلنت رسميا على مقتل خامنئي والقيادات ديالها. إنا لله. فهمونا هذه بكية ولا ضحكة؟ ماشي. اقسم بالله العلي العظيم اللي راهو يضحك. وصايد مرشد الاعلى توفى انتقل الى رحمه الله. الاستهداف ديال خامنئي تيبين بانه نحن امام نظام ايراني هش، لانه هاد السيد واخا تكون حاطه فوق السطح ما غاديش يموت بالطريقه. ومش لوحده، كمان مع بتاع 40 واحد من القاده. والضربه كانت بمثابه تسونامي قضى على كاع الرؤوس الكبيره اللي كانت مسؤوله على الامن والدفاع في ايران. وايران طبعا تسكت. بيان سور ايران ردت، بصح ردت على لي باز ميليتير اللي موجودين في الدول المجاوره كما البحرين كما قطر كما الامارات. قامت راحت ضربه في كله بقى. يا الله، ضربت في السعودية، في البحرين، في قطر، في الكويت، خربت الدنيا. ايران دارت كونترول اجمعت كل شيء في دول الخليج. انا بغيت غنعرف فينا هو هذاك الكلام اللي قال عبد المجيد تبون بخصوص دول الخليج. بالنسبة للخليج بصفة عامة رانا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت لا اللي يمس قطر لا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا. يلا دير شي لعبة تبون. هل راح نسمع صوت الرئيس تبون وهو يدين الهجمات الغادرة الغاشمة من إيران على المملكة العربية السعودية؟ الشوكر أذنوا؟ لا، الشوكر يدعونا إلى ضبط النفس. امسك أعصابك واوعى تتهور. العدوان الذي حدث على المملكة العربية السعودية لم تستنكره الجزائر، وهذا يأكد لنا مرة أخرى أن الجزائر دولة ديال شعارات، خطابات فقط، تصريحات. الشوكر خرجوا بلاغ البارح في نص الليل قال لك تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. ليش؟ لأن إيران هي الصديق الحليف للجزائر. لا دابا راه خايفين يقولوا احنا مع الشيعة. ولا إدانة لمثلا قول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت فيما قامت به. ما قدرش نظام العشرية السوداء الجبان الحقير الوضيع يخرج حتى بيان رسمي ينعي فيه روح علي خامنئي. يعني سمع في إيران وما صيفط تهزية لإيران ما صيفط والو وخاف على راسو، حيت هو دابا اللي جاي النوبة ديالو راه ما يمكنش. واش نقريحة خانز الريحة واش واكر لافريك شكون ما ساكتين كتفرجوا. علاش الجزائر ما هضرتش؟ علاش الجزائر ساكته؟ لانها خايفه جايه الدق. I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. والله عاودي عمي تبون وما دخلتي سوق راسك الى ما يودي ودنك يلعبوا بها الدراري في بني مسكين. انا كيبقى في الرئيس ديال الجزائر راه كاع الاصدقاء ديالو كاملين مشاو، كلشي مشى ديال سوريا حافظ الاسد. ديك النهار فنزويلا مشى ديال الفنزويلا شدو طرامب ومشى خامنئي. دابا ايران، دابا النوبه ديال تبون.